مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، وصفة جديدة من وصفات ندوش في دقائق. اليوم غادي نحضر معكم وصفات رائعة للغداء ديال هذا الجو البارد، غادي تنفعكم بزاف. كنتمنى تبقاو معايا باش تاخذوا المقادير والطريقة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. اشتركوا معايا في القناة، ضغطوا على مربع الاشتراك الاحمر باش توصلوا بكل ما هو جديد على قناتي اللي هي قناتكم وصفات ندوش. هنايا غادي نحضر معكم كما ذكرت معكم في الاول وجبه ديال الغداء غادي تكون متنوعه. غادي نحضر معكم الدجاج والعدس والرز. غادي نمشيو للمقادير ديال الدجاج. عندي هنايا صدر ديال الدجاجه كامله فيه 2 كيلو ونصف. الكميه كتبقى على حسب افراد الاسره. غادي نحتاج بصله اللي غادي نحكها. عندي هنايا التوابل. بالنسبه للتوابل عندي نصف ملعقه من كل حاجه. عندي هنايا سكينجبير، البزار، شرموله عديده الاستعمالات، الملحه. نردوا بالنا الملحه لاننا غادي نستعملوا بعض الحويجات اللي فيهم الملحه. عندي الكمون، عندي الخرقوم، وهنا عندي واحد راس معلقه ديال القزبر يابس. غادي نحتاج هنا معلقه ديال صويا صوص، معلقه ديال الصلصه الجزائريه. هادو هما الاسرار اللي كيخليو هاد الدجاج كيجي لذيذ. الا ما بغيتوش ديروهم استغناو عليهم، ولكن صدقوني جربوهم بهذه الطريقه غادي تعجبكم. وعندي هنايا معلقه ديال الحامض. وبالنسبه للعدس عندي هنا بصله اللي غادي نحك. عندي هذا المكعب المطيشه سبق لي وحضرته معكم، غادي تلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف. عديده الاستعمالات، الوقت اللي كنحتاجوها كناخذوها. عندي هنايا التوابل. عندي مطيشه الحك معلقه كبيره. عندي نصف ملعقه ديال الملحه تكون صغيره، شويه ديال السودانيه، ملعقه شرموله، ملعقه صغيره ديال سكينجبير، ونص معلقه ديال الكركم. وعندي هنا معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود. هنايا استعملت هذا العدس هذا اللي كتكون الحبه ديالو غليظه كيجي زوين. عندي هنا 250 غرام. وعندي هنايا 250 غرام ديال الرز غادي نوريكم واحد الطريقه اللي كتخليه حتى هو كيجي زوين. العدس ديالي غادي نحضرو بالجزر. غادي نجيب معكم الجزر باش غادي نقيه. غادي نبدا في اول حاجه، غادي نشرمل معكم هذا الدجاج. هنا كما كتشوفوا غادي نحضر هذا الدجاج، غادي نخليه في الترقيده. كل ما خليتوه كل ما كان احسن. تقريبا نخليوه على الاقل واحد الساعه. صافي هنايا غادي نزيد هنا التوابل كاملين، وغادي نزيد باقي المكونات. ما كنديرش الزيت في هذا الوقت هذه حتى كنبغي نطيبو عاد كندير الزيت. صافي هنا غادي نكمل ونرجع معكم. صافي هنايا من بعد ما شرملته انا هنا غادي نخليه ساعه. كل ما خليتوه في الترقيده كل ما كان احسن. على الاقل يعني ساعه كما غنخليه انا. عنده 2 طرق ديال الطياب. عنده الطريقه الاولى اللي ممكن ديروه في القطبان وتشويوه، وعنده الطريقه اللي غندير انا غادي نديرو في المقله. غادي يجي زوين. صافي هنا كنغطيه بواحد بلاستيك غذائي او فيلم المنظف وكنخليه جانبا. وغادي ندوز ان شاء الله باش غادي نطيب معكم العدس. صافي هنايا غادي نبدا نصب العدس. كندير البصل اللي حكيته مع الطماطم، التوابل، الزيت. بالنسبه للعدس هي كنغسلو بالماء دافي باش ما كنحيدولوش ديك الفوائد ديالو. هاد الطريقه هذه كتجي زوينه وبسيطه وكنعرفوا الفوائد ديال العدس. صافي غادي نكمل ونرجع معكم. من بعد ما قطعت الجزر ديالي كما تابعتوا معايا كنزيدو مباشره العدس وكنشحرو. كنزيد هنايا شويه ديال الفلفل الاحمر، كيبقى اختياري. الا ما بغيتوش توضعوه ممكن تستغناو عليه. غادي نضيف هنا الماء الكافي اللي غادي طيب ليا فيها العدس، تقريبا واحد 500 مليلتر، نصف لتر ديال الماء. دائما الماء كيكون سخون باش كيسرع لينا العمليه ديال الطهي، وكذلك كنستعملو بزاف فاش كيكون الجو بارد. صافي غادي نشد على الطنجره ديالي ونرجع معكم. صافي هنايا كما كتشوفوا الماء ديالي هو راه سخن فيه الزيت. غادي نزيد هنايا معلقه ديال الملحه، وغادي نزيد الرز اللي ذكرت معكم. ها هو غسلته حتى تنقيوه وكنغسلوه. انا استعملت الرز اللي كيكون هكا مكركب كيجي زوين في هذه الوصفه. صافي نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا الطريقه باش غادي نحضر هذا الرز. بالنسبه للمقادير اللي غادي ندير للرز غادي نحتاج كالتالي. عندي هنايا
واحد راس معلقه ديال الصلصه الجزائريه، صراحه كتجي زوينه بهذا الرز. عندي ملعقه ديال الخرقوم اولا الكركم، عندي نصف ملعقه صغيره ديال الابزار، نصف ملعقه صغيره ديال السكينجبير، الملح حسب الذوق، وعندي معلقه الزبده، شويه ديال المعدنوس، وعندي شويه الملون الغذائي اللي كيكون اختياري. وغادي نحتاج هنايا شويه ديال الزيت. هذا الرز هذا كيبغي شويه يكون ميدم. وغادي نحتاج شويه ديال الثومه غبره اللي كتكون اختياريه، ممكن توضعوها ممكن تستغناو عليها. في هذا الاثناء الرز ديالي راه كيقطر من بعد ما تسلق ليا. صافي هنايا غادي ندوز ندير هذا الزيت هذا وغادي نديرو فوق النار. بمجرد ما كنديرو فوق النار كنرمي عليها الرز. صافي هنايا غير كيبدا يسخن ليا هاد العطريه اللي درت للرز، كنزيد الرز. هنا كما كتشوفوا الرز كتجي حبه على حبه، واخا كنستعملوا الرز العادي المكركب، هذا كيجي المذاق ديالو رائع في هذه الوصفه. صافي هنايا كنحسب تقريبا واحد 6 ديال الدقائق، ومن بعد كنطفي عليه. وان شاء الله غادي تشوفوا كيفاش غادي نقدمه، كيجي زوين. ممكن ترافقوا به بزاف ديال الوصفات ديالكم، صراحه كيستحق التجربه. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر في التعاليق. صافي هنايا كما كتشوفوا زدت واحد شويه ديال الزيت. دابا يا درت المقلاه ديالي كتسخن باش غادي نبدا نحمر هذا الدجاج هذا من بعد ما دازت ساعه. نتوما تطيبوا على حسب الشكل اللي بغيتو ديروه في القطيبات، بغيتو طيبوه بالشكل اللي غنطيبو انا. كيطيب بين وبين، ما يكونش يعني طايب بزاف باش ما ينشف لكمش، يعني كنطيبو على نار مهيله كيبقى ياخذ داك اللون الذهبي. صافي كنطفيو عليه. صافي هنايا كنبدا نطيب هاد الصدر ديال الدجاج، نحاولوا ما امكن نديروا له نار مهيله وما نشفوش بزاف باش كيبقى هكا فتي من الداخل. صراحه واحد الريحه طالعه منه كتشهي. خليكم معايا باش تشوفوا الوصفه ديالي والطبق النهائي. كما كتشوفوا معايا وصلنا للنهايه ديال الفيديو. هذا هو الشكل النهائي ديال التقديم اللي قدمت به انا الوصفه ديالي ديال الغداء لهذا النهار. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. العدس اللي حضرت بالجزر كيجي ولا اروع، كيجي مغذي ديال هذا الوقت. وهنا الدجاج اللي قدمت معكم بشرموله رائعه، غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم. والرز كذلك حتى هو جلديد بزاف. كنتمنى ان الوصفات ديال هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بالتعاليق ديالكم المحفزه، اللايكات باش الفيديو يزيد يطلع. تلقى معكم فيديو جديد، وصفه جديده من وصفات ندوش في دقائق.